أنتم تعرفون تريدون الطريق إلى الفردوس أو لا تريدون الفردوس الأعلى في الجنة؟ كلكم تريدون معرفة من هم أصحاب الفردوس، هل هم العلماء أو الدعاة أو هل يمكن أن تكونوا أنتم من أصحاب الفردوس؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، معناه يمكن أن تكونوا من أهل الفردوس. طيب ما هي الصفات؟ الصفات مذكورة في سورة المؤمنون 7 صفات. الصفة الأولى قد أفلح المؤمنون. الصفة الثانية الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعلم أنه يخاطب الله، يتفكر فيما يقرأه في صلاته، يؤدي الصلاة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو إذا دخل الصلاة فكر في صلاته ماذا قال فلان وماذا عمل أخي وماذا عمل ابني وماذا عمل أبي، لا، يفكر، يخاطب رب العزة والجلال. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. إذا جلسوا ورأى أن الحديث لا ينتفعون به في الدنيا والآخرة حول الحديث لما فيه نفع، لأنهم عن اللغو معرضون. هذه أصعب من الأولى. الأولى صعبة، شوفكم تسرحون كثيرا في الصلاة، بس الثانية أصعب، والذين هم عن اللغو معرضون. كيف تجنب نفسك ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. والذين هم للزكاة فاعلون. الناس يحبون المال وبالتالي الزكاة صعبة. والذين هم لفروجهم حافظون. حتى في هولندا قال النساء كثيرات جميلات ولو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الصفة التي بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما تتأخر عن العمل، ما تقوم بالتقصير في واجباتك المهنية والعملية، هذا أمانة وعهد. عهدك مع الحكومة تلتزم به، إنك دخلت هنا بفيزة فيها عهود وشروط فعليك أن تطبقها. عجزت حينئذ غادر. لا بد أن تقوم بالوفاء بالأمانات والعهود حتى تكون من أهل الفردوس الأعلى. والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن عندنا 7 صفات. تريدون الفردوس الأعلى؟ هي لكم بشرط أن تطبقوا العمل. المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أسأل الله أن يجعلكم منهم. أسأل الله أن يرفع درجاتكم في جنة الخلد، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دين ردا جميلا.